500 سكن. واليوم حضرتوا معنا توزيع الدفعة الأولى من هذه السكنات اللي يبلغ العدد تاعها 1174 سكن، منها تقريبا حوالي 500 سكن اجتماعي وكذلك سكن الترقوي المدعم. واليوم كما اسلفت تم توزيع 1174 سكن يشمل عدة بلديات بالولاية، وستتواصل يعني من نهاية سبتمبر إن شاء الله سنقوم بتوزيع كذلك أكثر من 1200 سكن، منها الاجتماعي والترقوي المدعم. وسنواصل هذه العملية إلى غاية شهر أكتوبر اللي راح نشرف على يعني توزيع الدفعة الثالثة اللي بها حوالي 2800 سكن، أكثر من 2800 سكن، منها سكن اجتماعي وكذلك سكن ترقوي المدعم. نسبة الإشغال بالنسبة لهذه السكنات تبلغ أكثر من 95%، تبقى فقط يعني التهيئة الخارجية. نحن الآن بصدد إنجاز هذه التهيئة الخارجية ليكون العدد الإجمالي للسكنات الموزعة هذه من إلى نهاية شهر أكتوبر إن شاء الله راح تكون أكثر من 4500 سكن يعني بصيغة الاجتماعي والترقوي المدعم. تعرف تجي اكثر من 16000 سكن، وتيره انجاز هذه السكنات المسجله كيف تسلم؟ والوتيره الانجاز يعني كانت فيه بعض الصعوبات في ناحيه التمويل، وكان معي الوزير الاول مؤخرا وتحت طبعا اشراف تحت بعد التعليمات تاع فخامه رئيس الجمهوريه تم يعني تسديد يعني اغلب المؤسسات اللي راهي تقوم بالانجاز ميدانيا، وراح هذا الاجراء هذا راح يعطينا يعني دفع باش نقوم بالانجاز. بقى لنا احنا التهيئه الخارجيه فقط، واكد على هذه النقطه. تبقى فقط نسبه الاشغال على مستوى كل السكنات هذه تبلغ اكثر من 95%. سيد الوالي، ما يميز توزيع هذا السنة بعد 4 سنوات تقريبا انتظار أو أكثر أن العملية يعني صارت سلسة. عادة توزيع الحصص خاصة الاجتماعية فيه نوع من الامتعاض، فيه نوع من يعني ردة فعل. اليوم نشوف الناس كامل تزغرت والناس كامل فرحانين. واش بيان سور، ونحن على ابواب يعني احتفال بعيد الفطر المبارك يتحصلوا على هذا يعني العدد من السكنات. بالطبع راح يكون غير فرحة بمناسبة استلام هذه السكنات، وهو يعني ولاية الواد تعرف يعني وثيرة من حيث الإنجاز السكنات بجميع الفئات تاعها، يعني حتى السكن الاجتماعي والسكن الاجتماعي المدعم، إلى جانب كذلك إنشاء للوتيسمون حوالي 90 لوتيسمون تخصيصها اجتماعية بما يقارب 18,000 مستفيد، بالإضافة إلى كذلك السكن الريفي اللي كما تعرفوا عندنا حوالي تقريبا 20,000 وحدة سكنية من السكن الريفي. وهذا يعني راح يخلي ان شاء الله ولايه الواد استفادت يعني بحصه سكنيه كبيره اللي راح تخلينا يعني من الان يعني رايح نعمل باريحيه، ونتمنى ان شاء الله نوصل على هذا المنوال هذا حتى يستفيد يعني اكبر عدد ممكن من سكان هذه الولايه. سيدي الوالي، بخصوص الطاعون اللي شملت التوزيع العدد تاعها، وهل في طاعون مؤسسه او هو في الست ولايات اللي مسيت الست بلديات عفوا اللي مسيتها عمليه التوزيع هذه، يعني الطاعون كلها ما يتجاوزش 20 طن، وهذا يدل يعني على ان لجان الدوائر اللي اشرفت على التوزيع هذا كانت يعني عملت في جو يعني شفاف، وما يعني ما لاحظناش باللي هناك يعني احتجاجات ولا يعني هذا، ان كل بلديات الست اللي مسيتهم هذا التوزيع هذا ما تعداش كما قلت لك حوالي 20 طن، وهذا يعتبر يعني نجاح بالنسبه لعمليه التوزيع هذه. سيد الوالي، بالنسبه لعاصمه الولايه 23,000 طلب طالبي سكن،
هناك 350 نورمالمون على سكن جاهز. كيفاش سيد الوالي معناها تكون راح تخلقوا توافق بين العدد او الكم الهائل من 23,000 طلب سكن ل 350 سكنه واجده؟ لا، هو ما لازمش نشوفوا غير طلبات على السكنات الاجتماعيه. قلت عاصمه الولايه يعني مقر الولايه اخص بالذكر يعني بلديه الواد، عندنا حوالي 2800 سكن ستوزع، هي صيغه السكن الاجتماعي. بالاضافه الى هذا نعرفوا باللي البلديه كل بلديه الولايه استفادت من البناء الريفي التحصيصات الاجتماعيه، وقلت باللي فيه 18,000 مستفيد من التحصيصات الاجتماعيه، وهذا خلى يعني ما يكونش الضغط على السكن الاجتماعي يعني بصفه قويه. صحيح.